مساء الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة هشارككم يوم في الفطار والحلو. هشارككم معايا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي هنا الطماطم الأيام دي رخيصة، الكيلو الطماطم ب2.5 و3.5. جبت معايا هنا 5 كيلو طماطم وقلت أعملهم صلصة. غسلت الطماطم كويس جدا وقطعتهم 4 أرباع، وبعد كده حطيتهم عندي في الحلة وغطيتها بدون ولا نقطة مية. هسيبها لحد ما هي تستوي خالص، وبعد كده هضربها بالهاند بلندر. هبدأ ان انا استخدمها عندي، لا اما ان انا اشيل بقى افرز منها جزء وقت ما انا احتاج هروح اخرج منها. وعندي هنا جبت كده كرنبة، حجمها حلو حجمها وسط. وبعد كده هقطعها معايا وهبدأ ان انا اجهز ورق الكرنب. الكرنب هنا ممكن نفرزه طبعا، ان احنا هنسلقه يدوب نحطه في مية بتغلي، وكمان ياخد معايا دوب ما يكملش غلوة واحدة، نسقطه في المية السخنة ونخرجه، وبعد كده نبدأ ان احنا نقطعه ونوضبه ونحطه عندي في الفريزر. هتخرجيه عندك هتلاقيه ما شاء الله، يعني مش هياخد معاك وقت وهيبقى سهل عليك ان انت تعملي محشي الكرنب. حطيت حلة فيها مية وهغلي المية كويس، وبعد كده هبدأ انزل معايا طبعا بورق الكرنب. كلنا عارفين طبعا ورق الكرنب بتسيل ازاي. اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا ان الورق ما يتهرش مننا. بمجرد ما ينزل في الورق في المية السخنة ويدبل بخرجه على طول. طبعا لو احنا هنفرز الكرنب طبعا ان احنا يدوب هينزل في المية هخرجه تحت مية ساقعة تحت الحنفية، بحيث ان انا برد عليه ما يدخلش في سوا. بعد كده بوضبه واشيل. كنت مجهزة عندي هنا ده البرام، ده برام اللي بيتقال عليه البرام اللي هو الطين الطمي. بيشتروه بيبيعوه اللي هم بتوع الفخار. بس ده البرام ده بلد غير البرام اللي هو اللي بيلمع. ده صحي جدا وبيتحمل ان احنا نحطه على النار البوتاجاز عندك. انا جبت عندي البرام ده طبعا متعتق بعسل اسود ومحروق في الفرن ومقفولة كل مساماته وبستخدمه على طول. كنت مفرزة عندي شوية كفتة وحطيتهم في البرام، وبعد كده جبت عندي عصرت كيلو طماطم بملح وفلفل وحطيتهم عليهم، وبعد كده حطيت عليهم معلقتين سمنة. الطماطم هنا ولا بسبكها ولا بعمل اي حاجة ولا بصل ولا اي حاجة خالص، يا دوب بس عصير الطماطم والملح والفلفل بنزل بيه عندي على الكفتة، وبعد كده بدخلها عندي في الفرن وتبدأ تتسبك معايا وبتطلع تحفة. بس هي بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده منشفة شوية، يعني الدمعة بتاعتها بتبقى قليلة. بدأت ان انا اجهز عندي خلاص الكرنب بتاعه طلع، وبدأت ان انا اجهز عندي ورق الكرنب. انا ورق الكرنب عندي مش بقطعه ورقه ورقه، لا ده انا ببدا ان انا امسك الورقه وبقطعها مثلا على 3 أو 4، وببدا ان انا هتشوفوا طريقه الحشو بتاعتي ما بقطعش ورقه ورقه. الطريقه دي سهله جدا وبتوفر معايا وقت، وبرده لو انا بفرزه برده بقطعه بنفس الطريقه وبنفس الشكل، وبشيله عندي في العلبه في الفريزر بنفس الطريقه. ما بوضبش ورقه ورقه، يا دوب بس بشيل العروق بتاعته وخلاص على كده. وبصفيه من المية واحطه على مصفى بحيث ان هو ينزل كل المية اللي هو فيها، وبعد كده خلاص بيتشال على كده. بس بعد كده بعد ما خلصت توضيب الورق الكرنب طبعا كلنا عارفين ان احنا هنا حطيت كمية سمنة حلوة، وممكن كمان تستخدمي الزيت اللي بيحب الزيت، ونزلت عليهم ببصلتين 3 كده حلوين. طبعا المحشي بيحب البصل الكتير. كل ما هتسبكي عندك الطماطم وصلصة المحشي بيحتاج معاكي، كل ما تزودي عندك البصلة بيطلع طعمه تحفة. وبعد كده هنزل بكيلو طماطم عصراه بدون ولا نقطة مية، وهنزل بيه بعد ما شوحت البصلة عندي وهسيبه يتسبك خالص معايا، وبعد كده هستخدمه. حضرت معايا هنا زي ما احنا عارفين الرز مغسول، وبعد كده نزلت بالخضرة بتاعتي اللي هو شبت وكزبرة. ما بنزلش بقدونس، البقدونس ده بستخدمه في السلطة بس. وبعد كده هبدأ انزل عند الصلصة بعد ما ملحتها بملح وكمون ورشة فلفل اسود. برضو لو عايزة تحطي بتحطي معلقة 7 بهارات بتدي طعم حلو قوي. وفي نفس الوقت برضو يعني بيبقى طعم البهارات، يعني انا مش بزود عندي طعم البهارات لاني مش عايزه طعم البهارات يبقى هو اللي طاغي عندي على المحشي. يا دوب معلقه صغيره بس اللي انا بنزل بيها على المحشي. وممكن تستخدمي بهارات محشي اللي هي البهارات الجاهزه، بس انا بدي معلقه صغيره كده من ال7 بهارات وبنزل بيهم على المحشي بتاعي، بحيث يدي الطعم الحلو اللي انت ما تبقيش عارفه الطعم ده جاي منين، وفي نفس الوقت ما يبقاش طعم البهارات طاغي عندي على المحشي بتاعي. هبدأ ان انا اخد الورقة على ايدي وابدأ ان انا الف صباع المحشي واقطع وارص معاه. الورقة الخضرة دي اللي بتبقى في الكرنبة من بره بستخدمها، بحطها في قعر الحلة عشان المحشي بتاعي ما يشيطش معايا.
وما يجراش حاجة للصف الاولاني اللي انا بحطه في الحلة. هخلص عندي كل كمية المحشي وهبدأ ان انا ارص، بجهز شوية شوية وابدأ ارص عندي في الحلة المحشي لحد ما اخلص كل كمية المحشي اللي انا هعملها. هبدأ ان انا اجهز خلاص الحلة بتاعته وابدأ ارص صوابع المحشي. محشي الكرنب طبعا كلنا بنحب محشي الكرنب، وده اساسي عندنا في رمضان او غير رمضان. هو ما شاء الله طول موسم الكرنب ما موجود طول ما احنا شغالين محشي. بعد كده خلاص جهزت المحشي بتاعي ورصيته لحد ما خلصت كل الكمية بتاعتي وهقفل الحلة. اهم حاجة ما نقفلش المحشي لحد اخر صف في الحلة، لا نسيب مسافة في الحلة عشان نعمل حساب ان احنا الرز بتاعنا هيزيد. حضرت معايا الشوربة معاها معلقتين صلصة من التسبيكة بتاعة المحشي وملحتها بالملح ونزلت بيها واسيب المحشي على النار، وهيطلع معايا بشكل جميل وتحفة مفلفل كده زي ما انتوا شايفين وسخن وجميل. ودي كان عندي طاجن الكفتة طلع معايا، شايفين الشكل بتاعه. الفخار ده بيحتفظ بالسخونة، بيقعد فترة بيحتفظ ليه السخونة، وميزته كمان ان انتي بيتحمل ان انتي تحطيه على العين مباشرة على النار، ويتحمل ان هو ياخد فترة طويلة على النار على البوتاجاز مباشرة. يلا بينا نشوف الحلو بتاعنا اللي هنحلي بيه في يومنا في يوم من ايام رمضان. هنا جبت معايا هنا كوبايتين لبن وعليهم معلقتين ونص نشا و3 معالق سكر. اللي نعمل معانا النهاردة كنافة بالمهلبية. وبعد كده هنزل بيهم على النار وهبدأ ان انا هدي عليهم النار خالص. انا عندي هنا نص كيلو كنافة كنت حاطاه في الفريزر خرجته. بيبقى سهل جدا لما بتكوني حاطه الكنافة في الفريزر، اسهل من انك انت بتعمليها طازة، بتتكسر كتير بكل سهولة زي ما انتوا شايفين بالظبط زي ما انا بكسرها كده. اول حاجة بكسرها انا خرجتها من الفريزر ما سبتهاش تفك نهائي. المهلبية عندي خلاص ربطت معايا، ما بخليهاش تخينة لا بخليها وسط. بعد كده هجيب عندي السمنة، انا دفيت السمنة بتاعتي وهنزل بيها على الكنافة لحد ما اشرب الكنافة بتاعتي كل كمية السمنة. الكنافة معروفة ان هي بتاخد كمية سمنة كتيرة، فببدأ انزل فيها. لازم تشربيها سمنة كويس جدا عشان ما تطلعش معاكي الكنافة معضمة. بعد كده عندي 3 معالق قشطة من وش اللبن، انا كنت شايلاهم من على وش اللبن ونزلت بيهم بعد ما طفيت النار على المهلبية. نزلت بيهم على المهلبية بتدي طعم تحفة بترفع درجة التسامة بتاعت اللبن. جبت عندي صينية البسبوسة المقاس اللي هو الوسط ودهنتها سمنة كويس، اهم حاجة لازم تدهنيها سمنة كويس. وبعد كده هفرد نص كمية الكنافة في قعر الصينية ولازم اعمل لها حواف. الحواف دي بتحافظ ان الكريمة بتاعتي ما بتخرجش بره الصينية وبتبقى من جوه. يبقى انا هاخد النص الاولاني واعمل الحواف بتاعتي، وبعد كده هنزل معايا هاخد نص الكمية بالتساوي، وبعد كده هنزل معايا بالكريمة. تنزلي بالكريمة وهي سخنة، لو سبتيها بردت او جمدت مش هتعرفي تتحكمي فيها، فهتنزلي بيها وهي سخنة. شايفين الحواف بتاعتها محافظة ان الكريمة بتاعتي من داخل الصينية، وبالطريقة دي هضمن ان هي مش هتخرج من بره الكنافة. وهبدأ بعد كده ارش شوية شوية اللي هو الكنافة لحد ما اغطي السطح بتاعها تماما. خلاص كده لحد ما اخلصها، وبعد كده هديها كبسة بسيطة خالص بسيطة عشان ما اخرجش الكريمة منها بصينية تاني او بايديا كده. وهبدأ ان انا اضغطها ضغطة بسيطة، ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يحمر معايا واشغل عليها الشواية. الشربات عندي شربات تقيل، كوبايتين سكر عليها كوباية مية وعصرة ليمونة، وبديهم غلوة لمدة 10 دقايق وبيكون بارد. وبعد كده اسقي صينية الكنافة. شايفين هي شربت ازاي بعد ما مش تبرد، لا بتكون دافية شوية. هبدأ ان انا اقلبها على طبق التقديم عشان اعرف اقلبها، ما تسيبهاش تبرد. لو سبتيها بردت مش هتعرفي تقلبيها على طبق التقديم لو انت حابة انك انت تخرجيها بره الصينية. شايفين تحفة وطرية، والكريمة بتاعتها جميلة جدا، وهي شاربة كل الشربات ما شاء الله عليها بألف هنا وشفا عليكم. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك واشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.